السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، اشترك دلوقتي في قناتنا وفعل الجرس عشان تشوف كل يوم جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك أحدث التطبيقات المحلية والعالمية، زي التطبيقات العقارية، تطبيقات السيارات، أو تتعرف على التطبيقات اللي بتسرق بياناتك، أو تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق مهم جدا على تليفوننا، هو تطبيق ختمة مصحف وأذان وأذكار. ختم القرآن الكريم دايما بيتوارد لينا كل يوم، والنظر لضغوط الحياة فبيبقى صعب ان احنا نختم المصحف الشريف، او ان احنا نظبط مواعيدنا او ورد معين نقدر نقراه كل يوم. التطبيق ده هيسهل عليك، فهو افضل تطبيق لختم القرآن الكريم في مدة معينة. لو انت عايز تختم القرآن الكريم مثلا في شهر، كل اللي عليك ان انت تحمل التطبيق وتحدد على التطبيق ده المدة اللي انت عاوز تختم عليها القرآن، وهو بيساعدك وبيقدم لك وردك اليومي على حسب المدة اللي انت عايز تختم فيها المصحف. وعاوز اقول لكم ان التطبيق ده واخد تقييم 4.9 على جوجل، وهو تقييم عالي بيدل على رضا مستخدمينه على دقة التطبيق. التطبيق ده حمله الى الان اكتر من 5 مليون مستخدم، وحجمه كبير شوية، 75 ميجا بايت. التطبيق ده كمان فيه مزايا كبيرة، غير ان هو بيحدد مدة الختمة او الورد اللي انت عايز تقراه كل يوم، وبينبهك ليه ان ده ميعاد الورد وان انت هتقراه دلوقتي. وكمان في اذكار الصباح والمساء اللي تقدر تقراها من على التطبيق، وبيعرفك مواقيت الصلاة الدقيقة لجميع أنحاء العالم، يعني أي بلد أنت موجود فيها هيحدد لك موعد الصلاة بالظبط. وكمان بيدي لك تنبيهات للأذان قبل الأذان وبعد الأذان. التطبيق ده هيساعدك على ختم القرآن الكريم على حسب المدة اللي انت عاوزها، ودي ميزة كبيرة جدا مش موجودة في معظم التطبيقات. التطبيق ده بيخليك تتصفح القرآن الكريم بالصور وبالأجزاء، وبيعرف فيه كمان تطبيقات لاتجاه القبلة وموعد الصلاة. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، ومنتظرة كل تعليقاتكم الإيجابية أو السلبية عن التطبيق، وكل واحد يقول تجربته الحقيقية مع التطبيق عشان كله يستفيد منها ويكتبها في التعليقات. ولو انت شفت الفيديو ده بعد مدة ولقيت ان في تجديد او تحسين في التطبيق، ياريت تبلغنا علشان نعمل لك فيديو تاني بالتطبيق بكل التجديدات اللي حصلت عليه. دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل يوم جديد في عالم التطبيقات.